لي دونات بالدجاج والبطاطا. هذا طريقة أو هذه الوصفة على طريقتي. هذه الوصفة اللي معتمدتها أنا وبزاف نديرها، والطبق تاعها كما راكم تشوفوا البنات يجي بزاف راقي وبزاف بنين وبزاف هايل. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ما ننساش نرحب بالمشتركات جدد ونقول لكم حبيباتي الدار داركم وانا راني غير ضيفة عندكم. راح نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو في الوصفة وطريقة التحضير. كما راكم تشوفوا البنات، أنا في هذا الكوكوطة حطيت كويس نتاع الدجاج، وحطيت كمية نتاع الجلبانة، وحطيت كمية نتاع الزيت، وحبة نتاع البصل يعني مرحية في لاشوار، ولا تحبوا تكرفجوها كما حبيتوا. راح نخلط بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا البنات. وهنا حبيباتي راح نزيد نضيف سكنجبير وفلفل أسود، يعني التوابل ماهيش بزاف. وهنا حبيباتي راح نزيد نضيف الكركم، يعني انواع نتاع المرق نتاعي انا ما نحبش نديرهم حمر بزاف. هنا حبيباتي زدت على راس المغرفه كميه قليله نتاع الهريسه، وملحت الجواز نتاعي كما راكم تشوفوا حبيباتي، وحطيت كوكوطه تاعي تتقلى كما راكم تشوفوا. يعني الطريقه راهي سهله مهله. هنا حبيباتي راني ضفت كميه نتاع الكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء اللي ما نستغناش عليها دائما في اطباقي وفي وصفاتي. هنا بعد ما قليتها مليح رايحه نمرق ونغلق عليها ونخليها طيب. هذاك الفخذ نتاع الدجاج، يعني انتوما ما تتقيدوش بالوصفه تاعي. اللي عندها الزدر تاع الدجاج دير الزدر تاع الدجاج، راح يكون افضل وافضل. انا كان عندي غير هذاك الكويس استعملته وخليتها طيب. كما راكم تشوفوا البنات، هنا عندي ثلاث حبيب او زوج حبيبات نتاع البطاطا. هنا ما تكثروش البطاطا بزاف، يعني باش تجيكم الوصفه تاعكم بنينه، يعني حتكون يعني ما يعني تكون بنينه بزاف. بالخصوص راح يكون عندي فيها كميه مليحه نتاع الدجاج. هنا هذا الحبيبات نتاع البطاطا بعد ما قشرتهم وقطعتهم وغسلتهم، هنا حطيتهم في هذا الكاسرونه وحطيتهم يطيبوا في غير في الماء والملح. راح نخليوهم يطيبوا على خاطرهم. وهنا حبيباتي من بعد ما نصفت الطياب تاعها، انا كانت عندي حبيبات نتاع القرنون، كنت يعني نظفتهم وقطعتهم وضفتهم للجواز نتاعي. انا ديما نحب الجواز تاعي تاع الجلبانه نحب نضيف له القرنون باش يجيني بنين ويجيني بزاف هايل. هنا حبيباتي من بعد ما طابت هذاك الكويس نتاع الدجاج كما راكم تشوفوا، نحيت له هذيك يعني هذيك الجلده تاعو اللي من الفوق. وهنا حبيباتي كما راكم تشوفوا قدامكم راني انفتت فيه واللوح فيه حطيته فلاشوار باش نرحيه. هنا حبيباتي بعد ما رحيت هذاك الفخذ نتاع الدجاج حطيته مع هذيك البطاطا بعد ما طابت، وكما راكم تشوفوا مرستها غير بالفرشيطه. ونخلط هذيك البطاطا مع هذيك الدجاج كما راكم تشوفوا البنات. يعني الطريقه راهي سهله مهله، وراحين تتحصلوا على طبق بزاف بنين وبزاف هايل. يعني هذا الوصفات راح توالم بزاف شهر رمضان الى عفوا اذا كتب رب العالمين يعني لحقنا ليه بخير وعلى خير، نقولوا حي وميت. المهم هنا حبيباتي ضفت التوابل، نفس التوابل اللي ضفتهم للجواز نتاعي او المرقه نتاعي. درت فلفل اسود ودرت الكركم وسكنجبير، وهنا درت حبيبه نتاع البيض وحبيبه نتاع الفرماج، وزدت درت الكزبره الخضراء ديما ما نستغناش عليها، ودرت كميه قليله نتاع الملح. بما انه البطاطا وهذاك الدجاج راهم يعني ملحين، يعني درت غير كميه قليله رشه خفيفه. خلطت كامل الخليط بهذا الطريقه. وهنا حبيباتي اذا كان عندكم هذو ليمول نتاع ميني كيك او عفوا او المادلين او المهم اللي عندكم. انا عندي يعني هذو الليمون تاع ميني كيك استعملتهم. واللي ما عندهمش راح نقول لكم يعني على تدبيره. اذا عندكم اي حاجه مدوره صغيره كما هذا الشكل، والله حتى هذوك البايض نتاع الضو، فرشوا لهم برك هذاك بابي فيلم
وديروا فيهم الخلطه تاعكم هذه ديروها في هذاك الباطه تاع الطو، ومن بعد نحيوها وثقبوها غير في الوسط، وراح تجيكم لي دونيت بزاف بزاف هايله. المهم حبيباتي انا استعملت يعني هذه الخلطه تاعي كامله، عمرت بها الليمون تاوعي كما راكم تشوفوا. جاوني يعني 5 حبات، يعني تالموا يعني الحبات تاوعي راهم كبار، يعني ما شاء الله، يعني يعني يبانوا حتى كي تحطيهم يعني في الصحن تاعك راح يبانوا، ويجي الشكل تاعهم بزاف راقي. كما راكم تشوفوا البنات، من بعد ما كملت الحبيبات تاوعي راح نحطهم في الفريجيدير حتى يبردوا معنا مليح. بعد كي يبردوا معنا شوفوا حبيباتي راحين نديموليوهم يعني بسهوله، ما يتكسروا معاكم ما يفزوا معاكم. غير تنحيها وديموليها، وتبداي ديري لها داك الفرينه ونديروها في من الفرينه نحطوها في البيض، ومن البيض راح نديروها في لاشابلوغ كما راكم تشوفوا البنات. يعني كما قلت لكم حبيباتي الطريقه راهي سهله مهله. هنا حبيباتي من بعد ما نديروهم في لاشابلوغ كما راكم تشوفوا، نبداو نكملوا كامل الكميه تاعنا، وراحين نحطو نقليوهم. يعني طريقه تعرقوا الهيان تاعهم كيما على بالكم بهم، يعني راح تكون غير نديروهم يتقلاو قسم يولي اللون تاعهم ذهبي، راح نحيوهم. يعني طريقه كما قلت لكم البنات راهي سهله مهله، وهذا الطبق يجي بزاف بزاف بنين. يعني هذا الوصفه تقدروا ديروها بالجلبانه، تقدروا ديروها بالحمص، تقدروا ديروها حتى بالزيتون. المهم لكم الاختيار انتوما والذوق نتاعكم وانتوما والرأي نتاعكم. كما راكم تشوفوا البنات هنايا راني نقلي فيهم في المقله كما راكم تشوفوا حبيباتي، كثرت لهم شويه الزيت باش يتقلاو لنا مليح، ويغمرهم هذاك الزيت باش يتقلاو لنا مليح. كما قلت لكم حبيباتي هذه هي الطريقه تاع لي دونيت نتاوعنا. شوفوا البنات كيفاه جاو الشكل تاعهم ذهبي، يعني قليتهم ما شاء الله جاو مقليين ما شاء الله. يعني يجاو الشكل تاعهم رائع رائع. صدقوني البنات غير جربوا هذه الوصفه، وصفه هايله. جربوها دركا مادام رانا يعني يعني في ليستاع عفوا ليستاع تقول رانا في الضيق. مهم ما تاخذوش على كلامي، يعني أنا قصدي يعني تجربوها دركا، وكي يلحق الشهر تاع رمضان لا كتب رب العالمين ولحقنا ليه وكنا ملحيين ان شاء الله، رايحين نديروها في رمضان. يعني وصفه هايله وتجي بزاف بنينه وتجي بزاف رائعه. واش نقول لكم البنات تجي البنه تاعها ما شاء الله. شوفوا لي البنات كيف حطيتهم في الصحن. يعني انا كنت خيرت هذا الصحن على شكل لوزه، حطيت فيه هذوك الحبيبات نتاوعي في الوسط، وهنا عمرتهم بالفرماج، فرماج هذاك كريمي. تقدروا نتوما ديروا هذاك الفرماج تاع امير ثاني راح يجي بزاف هايل. المهم انتم ما تقيدوش واش راني ندير انايا، انتم ما حبيتوا ديروا. هنا حبيباتي بعد ما حطيتهم في الوسط هنايا بديت نفرغ في الجلبانه تاعي، هذيك الجلبانه اللي درت لها القرنون. ما خليتوش حتى يعني طاح بزاف، يعني كنت حطيته يعني في الاخير من بعد ما طابت الجلبانه تاعي باش يقعد محافظ على الشكل تاعو وما يطيحليش هذاك القرنون. بما انه يعني القرنون كما على بالكم راهو فراجيل، يعني قسمه تحطوه راح يطيب ثمثم، يعني ما فيش الروح، يطيب لكم ثمثم. هنا كنت زينت يعني باش نكسروا هذاك اللون، زينت بورقات نتاع الكزبره او المعدنوس اللي عندكم، زينوهم بهذا الشكل. وهنا حبيباتي الطبق تاعنا راهو واجد على واش نقول لكم على اكمل وجه. يعني شوفوا البنات كيفاه جا بزاف هايل وجا بزاف راقي. يعني وصفه ما شاء الله تقدروا ديروها لضيافكم وتقدروا ديروها يعني للمناسبات. وصفه ما شاء الله غير ديروها ومش رايحين تندموا.
هنا حبيباتي اللي اول مره تدخل لقناتي نقول لك حبيبتي اتهلا يخلي لي اشتراك للقناه وفعلي لي هذاك الجرس باش يوصلوك جديد وصفاتي، وما تنسونيش في هذاك الجيم، وما تنسوش البارطاج اذا عجبكم الفيديو او عجبتكم الوصفه باش تعم الفائده وباش تكبر لمتنا. نقول لكم حبيباتي ديما حبيباتي الدار داركم، وانا راني غير ضيفه عندكم كما راني ديما نقول لكم. يعني نتمنى ان شاء الله تفرحوني بتعليقاتكم المحفزه باش نزيد نحط لكم كامل الجديد. ونقول لكم حبيباتي يعني بعد غيبه، يعني كنت غايبه عليكم هاد الايامات، نقول لكم البنات اعذروني وفرجه ممتعه.